علمكم الله، أنا عندي خوال كثير، أشقاء أمي أخوانها من أمها وأبوها، وأخوانها من أبوها. علاقتنا بأخوانها من أبوها مو مرة قوية، تعرفون أخوان من أب، يعني هم علاقتهم كويسة في بعض، لا بأس، ما بينهم مشاكل، بس يعني نادرا يشوفون بعض. المهم اللي حصل سلمكم الله، أنا طبعا جايني اتصال من كيري، وصلت شغالة، شكل عيالي يدبر. Yes, hi Karen. Okay, I'll open the door for you, okay? Just a minute. الحين راح افتح لها باب الجراج اوتوماتيكلي، لانه مستحيل رؤى ومعاد يصحون الحين، اوكي بعد اذنكم شوي. المهم واحد من اشقاء امي تزوج واحنا صغار، وما كان لنا احتكاك بزوجته لانه في الرياض واحنا في خميس مشيط، وكانت جدتي ام امي في خميس مشيط. فاول ما تزوج السنه الاولى الصيفيه جايين وشفناها الصيفيه. انا ما حضرت زواجه، ما حضرنا لان زواجه كان في الرياض. واهلي تبارك الله، يعني السفريات تعرفون، حكيت لكم. ابى هذا ايش هذا وش هذا؟ مش مو مرة تمام، ما حبيت باكلها كذا بدون مشمش. المهم اقول لكم، وهذيك الفترة لما جت اول مرة يعني بعد زواجها تبين انها لطيفة وعادي، ما شفنا شيء، صواريخ وضحك وكذا، ويعني اصلا بيننا وبينها فرق في العمر ابد. وتمضي الايام، وبعدين انا لما تزوجت قلت لكم خالي ساكن في الرياض، سكنت بالرياض على طول، تزوجت من هنا على طول، عمل مستر في الرياض. المهم تهبل لذيذة بدون مشمش خرافية. وأنا توني عروس، طبعا ما حضرت زواجي كان في خميس مشيت، ما حضرت ولا حضر خالي. عزموني بعد ما صرت بالرياض، سووا لي عزيمة. هذيك الأيام أنا كنت حامل، يعني يمكن صار على زواجي تقريبا، هذا بعد زواجي قلت لكم 3 شهور، وأنا حامل في طفل أسقطته قبل معاد، مو معاد. المهم حامل في الشهر الثاني. طبعا رحت العزيمة فرحانة، جدتي أم أمي وقتها انتقلت للرياض، كانت موجودة بالرياض، وأنا مبسوطة أن بالرياض ماني وحدي، خلاص جدتي أم أمي صارت هناك، كثير من خوالي 3 منهم، هذا خالي و2 غيره كمان بالرياض. فأنا قلت أوكي كويس إنه خوالي قريبين مني، وجدتي أهم شيء جدتي أم أمي، ومبسوطة وتوني صغيرة وعروس كتكوتة نعومة. أنا والله شخصيتي قوية من تقريبا الصف الخامس الابتدائي، وأنا شخصيتي بدأت تقوى. مو قلت لكم زينب كانت بالنسبة لي الجادفاذر، guide me everywhere. بعدين صرنا العكس، شخصيتي صارت أقوى من زينب، أقوى منها، وصرت أجابه وأقارع، وإذا حد قال لي شيء سواء من العائلة أو من خارج نطاق العائلة، حتى المعلمات، يعني كنت إذا مثلا واحدة حاولت إنها تعاقبني على موقف بسيط أناقش وليش، ويعني فهمتم. هند هذيك المنكسرة الأولى تغيرت. فأنا لما تزوجت كنت صلبة، ما كنت ضعيفة الشخصية. فلما صار لي هذا الموقف اللي أقول لكم بعلمكم الحين، مالكم بالطويلة، الشعب ترى احنا يا الحريم كذا ندخل السوالف في بعض، نحب التفاصيل. بحاول إني يعني أقول المختصر المفيد. المهم
رحنا العزيمة، البيت كان مليان، أخواتها تقريبا عددهم 8، هي التاسعة، كثيرات مرة، أعتقد إنهم 8. أمها، جدتها، أمها، البيت مليان في ناس كذا ما أعرفهم كمان من أقارب أهلها. وجدتي كانت موجودة، وخالتي الله يرحمها اللي أقول لكم عنها لأنها هي ساكنة مع جدتي كانت كمان موجودة. أبد دخلت، سلمت هي علي عادي، وكنت فرحانة لابسة عباية كتف. يعني أنا عباية الكتف هذه كانت أمنية من أمنياتي، تحققت بعد زواجي، لأني زي ما قلت لكم مسفر أخواتي يلبسون عبايات على الكتف، فأنا يعني طار عقلي بالفرح لما شفتهم كذا، قمت أنا بعد لبست عباية على الكتف. المهم أعوذ بالله، يعني يوم أتذكر والله العظيم، والله إنها حياة القشرة، والله يعني صدق حتى العباية أخاف وأنا لابستها، تخيلوا أخاف من أهلي، وإذا جيت بروح عزيمة عند أحد من أخواني أو كأحد بيجيني وبنروح مشوار أنا واحد من أخواني ألبس على الرأس، إلين لاحظ مسفر وعلمتكم أول وصار يقول لي إيش قومش معي تلبسين كتف، ولما شفتي أخوانش ورحتي معهم تلبسين عباية على الرأس، يا ملعونة، وتبدأ المشاكل. المهم إني علمتكم إني بتشعب، خلاص يلا لا حول، يلا بدخل السالفة. المهم فسخت العباية بعد ما سلمت على الموجودين كلهم. لما فسخت العباية توقعت ان العزيزة مرت خالي بتشيلها مني. فسخت العباية وجيت بناولها، ما اخذتها مني. It's a sign. عرفت انه في شيء. ناولتها العباية وما اخذتها، قلت اوبا، بس في شيء. سكت، قمت انا لفيت عبايتي وحطيتها جنبي على الكرسي اللي انا جالسة عليه، مع انها هي تشيل العبي من الحريم اللي جايينها، تشيلها وتعلقها. المهم انا حتى ما علقت عبايتي، ما رحت، ما ادري وين الشماعة اصلا، فقمت لفيت العباية وجلست. وجهها الاخت مقلوب، ورم على ما بها منتفخة، هي كأنها كورة فيه، زاد وجهها كان يعني بيتزا، صار قرص خبزة مدورة، يعني تحسونه كذا كأن بالونة بتنفجر. طبعا أنا عرفت لأن حركاتها زي حركات أهلي، أعرف هذه الأشكال مدعية الدين. هي مو عشان عبايتي على الكتف، لا، لأن هي تلبس عباية على الكتف من وقتها، وهي مسوية إنها مطوعة تلبس عباية على الكتف. هي يوم شافت لبسي جنونها مريضة، هي أقسم بالله إنها مريضة. طبعا أنا إيش كنت لابسة؟ أنا طبعا تعرفوني علمتكم كيف أول كنت أتمنى إني ألبس لبس، لأن جسمي كان خرافي وأتمنى ألبس زي البنات، فإيه كان الزواج هذا هو المتنفس لي. فأنا فصلت فساتين، يعني الفساتين اللي كنت أحلم إني ألبسها، اللي ما كنت أقدر ألبسها عند أهلي، وهذا واحد منها. كيف موديله يا هند؟ تقول هند لكم السنابة الجاية، لأن هذه انتهت. طبعا هذاك الفستان مستحيل أنساه، لأنه صارت عليه مشكلة طويلة عريضة شيء ما تتخيلون، قامت القيامة. الفستان لونه فوشيا، قماشه القماش يجنن. التفصيل وشه بكل بساطة على جسمي، طويل على جسمي وجاي توب من هنا، توب وعلى جسمي مخصص ومفصلة مع جلوفز من هنا جاي إلين هنا إلين هنا. أوكي، تفصيل، كل فساتيني تفصيل، فساتين الزواج كلها تفصيل، يعني سمبل، ما في شيء الموديل ولا شيء، بس كذا توب من هنا وعلى الجسم، والجلوفز هذه اللي قلت لكم عليها، وحاطه مكياج والروج نفس اللون فوشيا. هذا هو لبسي حتى والله، ولابسه كعب بس ما ادري ايش كان لون الكعب، بس هذا هو كذا.
رشيقة ممشوقة ايش اللي حصل؟ هي ما عاد دخلت، بس امها واخواتها يسولفون معي وجدتها والحريم يسولفون بينهم بين. والله اني شخصيتي قوية من وانا صغيرة، اقسم بالله. والله اني يوم اتكلم في المجلس اقسم بالله كأني مرة عمرها في منتصف العشرينات او الثلاثينات، من كثر ما انا يعني صدق يعني متحدثة جيدة. يحق لي امدح نفسي، خلوني هذه المرة اسمحوا لي. يعني كنت متحدثة جيدة ومتزنة وما يهزني شيء. من كثر ما هزوني وخضوني في العائلة صرت فهمتوا اللي يا جبل ما يهزك ريح. المهم مدعية الدين المطوعة الكذابة بعد فترة قبل العشاء تقريبا بساعة دخلت وهي وجهها مورم ومناخرها عرفتوا اللي كأنها ثور، والله إن كأنها ثور هايج، وتجي وتجلس جنبي. أنا من أول من العباية حسيت إن في شيء، لأنها ما أخذت عبايتي، هذه إهانة. كيف أناولك عبايتي وأنا ضيفة عندك وما تاخذينها؟ المهم وتجلس جنبي والحريم يسولفون وكذا. يمين بالله يا عالم، أقسم بالله المريضة استوت، يمين بالله. واللي يحرمني حياتي إذا كذبت عليكم. أنتم بتصدقوني لأني أنا متأكدة أنكم تعرفون ناس مرضى كذا مروا عليكم في حياتكم، خصوصا إذا تخطيتوا العشرينات، أكيد إنه قد مر عليكم. وتجي وتهمس في إذني، أقول لكم جلست جنبي لزقت فيني وقامت تقول لي كذا بهذه لهجتها، حتى والله إني حتى ما أنسى نبرة صوتها. قامت قالت شوفي والله العظيم كذا، هي فيها خنة كذا، والله قربت مني حطت شفايفها في إذني وهمست لي قالت اسمعي والله لا يشوفك إبراهيم لا يذبحك، والله لا يشوفك إبراهيم، حتى ما تقول إبراهيم، مو إبراهيم، إبراهيم، والله لا يشوفك إبراهيم لا يذبحك. أنا من الصدمة والمفاجأة وصوت الحريم كذا كأنه كابوس ما استوعبت. قلت أنا إيش؟ هي هنا تهمس لي، قلت إيش؟ قامت قالت إنها صدق، أفكر إنها تمزح. إيش؟ قامت قالت والله اللي يشوفك إبراهيم لذبحك. تخيلوا كل هذا وأنا أفكر يعني ماني مستوعبة إنها صدق، أفكر إنها تمزح، إنه كابوس، إنه مو بصدق. بعدين رجعت قلت إيش؟ قالت أقول لك إبراهيم لا يشوفك، والله لا يشوفك لا ذبحك. قلت لها ليه؟ قالت تلبسين هذا. قالت ليش تلبسين هذا اللبس يا وسخة يا قليلة الأدب؟ هي غامدية ولهجتها تجمع ما بين لهجة أهل الرياض على اللهجة الغامدية، مدخلتها في بعض. يا وسخة يا قليلة الأدب. أصلا وين خالي؟ يعني هي الغبية أصلا لو استوعبت. مو إحنا الحريم بعد ما تعشى بروح المجلس مليان رجال، بس إلا تبغى يعني فهمتوا اللي قذرة. طيب وخالي مو خالي، هذا محرمي. وبعدين هو يعني هي تعرفه وتعرف شخصيته، يعني مرة ما في ثقة. وهل أنا بعطيه وجه؟ يعني إيش هذه مجنونة. عرفتوا اللي كذا قليلة أدب يعني تغارين على خالي من بنت أخته. فأنا إيش قلت لما استوعبت؟ لا، وتحط أقسم بالله يا جماعة كذا يدها على رقبته، والله نذبح. هذا أكثر شيء نرفزني لما تحط يدها على رقبته ذبحك. من تهددين أنت؟ تهددين هند، مو أنا اللي أتهدد. قد دقوا أهلي راسي إلين صار يابس، ما عاد ينطحن فيه الحب، في حب ما ينطحن. قمت أنا طبعا أنا ما أعرف شو اسم أخوها الكبير، ما أدري يعني شو أقول لأمها، فقمت أقول لأمها والمجلس مليان حريم، قمت أقول يوم ندى، يوم ما أقول لكم الحريم ويسولفون، قمت أنا كذا بصوت عالي يوم ندى. المجلس كله سكتوا. إيش ذي العروس الكيوت النعومة اللي قامت صوتها ارتفع،
قامت قالت نعم. اقول لكم صار هدوء. قلت تدرين بنتك جالسه جنبي ايش تقول؟ تدرين ايش قاعده تقول لي؟ قامت كذا قالت ايش كذا هم عارفينها، يعرفون انها مريضه. قلت بنتك تهددني، بنتك تهددني، يعني تعزموني وتهددوني. هي ايش سوت الجبانه؟ قامت ركضت هربت، اقسم بالله يا جماعه طلعت هربت كذا، قامت ركضت وطلعت. بعدين قالت جدتها ايش في، يعني تحسون كلهم كذا انحرجوا وعرفوا انها سوت شيء، لانهم يعرفونها، هم اثاريهم عارفين ان بنتهم مريضه انها سايكو. فعلمتهم السالفه وقلت حصل كذا وكذا. قامت جدتها قالت امسحيها في وجهي، ان الله يفشلها، والله ما عليك منها، انها مجنونه، دايم كذا غيوره مجنونه، فضحتنا من الناس ودايم تسوي لنا مشاكل وما ادري ايه. المهم حتى امها جت واعتذرت مني وقالت خلاص وما عليك وما ادري ايه، والله لا خليها تعتذر منك. شوي اخواتها كلهم هذولي 8 و9، اقول لكم كثيرات، اعداد الريش والحشيش، والله كثيرات ما ادري 8 و9، يطلعون برا، تطلع امهم واسمع نقاشات وصراخ في الصاله. شوي وعلى بال ما جدتها تهديني وتكلمني. وتخيلوا انا جدتي وخالتي اللي اقول لكم ماتت منتحره الله يرحمها، قد ايه احبها، ساكتين كذا يعني مصدومين، وجدتها قاعده يعني تطبطب علي وتعتذر مني ومنحرجه، والحريم في المجلس كذا مستغربين. شوي امها اللي قامت تقول بخليها تعتذر منك دخلت علي هي واخواتها تقريبا بعد ربع ساعه، وقامت قالت كل هذا الاعتذار هذاك تغير، قلب صبيح جني، صبيح قلب جني، تغيرت، اختلفت اللهجة. قامت قالت الله يهديك، انت تعرفين ان ده ملتزمة وتقومين تلبسين، والله معليش لبسك فاضح، الله يسترنا بستره، ان الله يسترنا بستره، لبسك فاضح، هذا اللبس يا بنتي احتشمي استتر زين، الله يهديك، وابوك مطوع، يعني هذا ابوي مطوع صار نقمة علي. اقول لكم حتى اهل طليقي نفس الشيء، ابوها مطوع، يعني لا ارتحت لا قبل الزواج ولا بعده، ابوها مطوع، يعني دائم عيال المطوع ياكلون تبن. انت ابوك مطوع امام مسجد لازم تكون على الصراط المستقيم، ولا ايه ابوه مطوع. المهم مشكلة طويلة عريضة، قالوا يلا العشاء خلاص، راحوا الحريم. انا طبعا رفضت اني اتعشى، قلت والله ما اتعشى ولا يطب فمي. قمت اتصلت على مسفر، وهو طبعا رجال قد تعشوا، قلت المسفر صار كذا وكذا يلا بنمشي، قال خلاص يلا. المهم انا انتظر مسفر لين يتصل علي عشان اطلع، كنت في الصاله الحريم راحوا يتعشون، انا قلت اقسم بالله انه يحرم علي هذا العشاء انه ما يطب فمي. وانا كمان اتصلت على خالي وقلت له، قلت ترى زوجتك غلطت في حقي وقالت لي كلام غير لائق وما ادري ايه، سكت. والحريم يتعشون وانا في الصاله وحدي. قامت طلعت علي المجنونه، طلعت علي من المطبخ ومعاها سكين ذبيحه، تعرفون السكين الكبيره هذه الحاده اللي كانها ساطور، السكين الطويله حقت الذبايح حقت تقطيع اللحم. والله يا جماعه والله انها جتني من المطبخ على الصاله، المطبخ طبعا يطلع على الصاله، وقالت والله لذبحك يا جايه تسببين مشاكل يا ملعونه، والله لذبحك، مو قلت لك بذبحك، والله لذبحك، والسكين معها. طبعا انا والله ما اهتزت فيني شعره، والله مع انها منتفخه مدوره كانها بالونه، قلت اقسم بالله لا ادعسها. المهم مع انها ثمينه وهي اكبر مني في العمر، بس عرفتوا اللي الادرينالين عندي وصل 1000 وصل مليون، يعني خلاص العرق حقي طلع. احنا كذا اذا عصبنا عائلتنا رجال ونساء ننجن،
في ناس يعني إذا جتهم مواقف زي كذا يخافون، صح، يخنعون. أنا أتجنن، أصير علي وعلى أعدائي. المهم وتوها تهددني إلا دخل خالي. إيش سوت؟ سوت موقف شفتوا اللي تشوفونه في الأفلام بالضبط. يعني ترى هذا اللي يسوونه في الأفلام ترى صدق في ناس يسوونه، يعني مو مبالغات. على دخلت خالي، هو خالي يعرف إن الحريم متعشون، فدخل لقاني قدامه في الصالة جالسة، وأنا قلت يحرم علي الأكل وإن ما يطب فمي شيء من عندكم ولا عاد أجي. فهو جاي مسرع كذا، كويس إنه جاء. المهم أول ما شافه كذا السكين في يدها، والسكين كذا قامت حطتها ورا ظهرها، مع إنه هو شاف السكين. قامت قالت إبراهيم. تفشل الله يفضحها، مريضة إبراهيم. بكى دموع. إبراهيم هزأتني وفشلتني وخربت عزيمتنا. شوف إبراهيم، شوف لبسها الله يفضحها، شوف كيف لابسة، شوف لبسها قليلة الأدب عشان نصحتها، شوف لبسها، هذا لبس مسلمة، هذا لبس وحدة تخاف الله. المهم قال خالي خلاص ندى روحي خلاص روحي. قمت يعني مرة ايش كبرها، يمكن عمرها وقتها ذيك الأيام 30 سنة. المهم أنا طبعا خلاص اتصل علي مسفر، قمت طلعت خليتهم يتناقشون، خليتها هي إبراهيم يتناقشون وأنا طلعت رحت ركبت السيارة وحكيت المسفر وإحنا في الطريق. وبعدين تبعات الموضوع، تخيلوا إيش التبعات عشان تعرفون. أثاريها شوفوا يا عالم، أثاري مو بس أنا اللي سوت معي كذا، سوت مع كثير من أقاربنا اللي يصيرون محارم إبراهيم، بس كلهم سكتوا. لكن نجحت في إنها تحرمهم من الجية البيت. يعني بعد هذه السالفة طلعوا لي كثير من قريباتنا اللي يصير إبراهيم خالها، واللي يصير إبراهيم عمها، واللي فهمتوا كثيرات قالوا أقسم بالله إنها سوت فينا مواقف شنيعة، وصاروا خلاص ما عاد يجونهم البيت. وفعلا أنا هذيك أول وآخر مرة خلاص للأبد ما عاد شافتني ولا عاد رحت بيتهم. تخيلوا، وخالي ما عاد زارني في بيتي أبدا، مع إنه جنبي، كان بيني وبين بيته يمكن 10 دقايق، ولا عاد طب بيتي. تدرون متى شفته، متى طب بيتي؟ بعد ما انفصلت عن أبو معاذ، يعني بعد 15 سنة جاني وسلم علي، بعد 15 سنة. والفترة هذه كيف، والسنوات هذيك قبل انفصالي كنت أشوفه عند جدتي أم أمي، إذا رحت هناك أزورها أحيانا بالصدفة يكون هو موجود، وهي زوجته ما عاد شفتها. بس تعالوا شوفوا مدعية الدين اللي مسوية ومفهمة كل الناس إن هي مسويت لي هذا الموقف، إنها صارت المشكلة لأنها نصحتني على لبسي، وهي كذابة. هي كل اللي سوته غيرة. تغارين من مين؟ تغارين من وحدة، تغارين على زوجك من بنت أخته. والله مجنونة هذه، والله مريضة. المهم الآدمية هذه بعدين نحفت، صارت يقولون مرة نحيفة. أنا ما عاد شفتها، بس الأقارب أمي وأخواتي وأقاربنا يقولون صارت جلد على عظم، مرة نحيفة. تخيلوا كل هذيك الطواعة والدين اللي كانت واللبس المحتشم اللي كانت تاخذه ذريعة لتطاولها على غيرها، كله تبخر راح في الباي باي، أوبا في طي النسيان. يعني صدق وحدة قذرة. صارت تلبس بناطيل، تلبس قصير، تلبس شورتات، تلبس توب، تلبس اللي تبغى، تلبس فساتين مفتحة. كذابة منافقة. كان ادعاءها للدين وتلحفها به لأن جسمها ما يساعد. فعشان كذا يعني أنا أكثر ناس أبغضهم هم اللي يستخدمون الدين
وسيلة لتمرير غاياتهم وأهدافهم، مثلها وأمثالها، أمثلة كثير مو بس على اللبس. وعلى بالكم الموضوع وقف على كذا؟ لا طبعا، غلطانين. خلوني أرتشف قليلا من قهوتي. تخيلوا المشكلة كبرت، سببت بيني وبين جدتي الله لا يسامحها ولا يحللها مشكلة. ظليت فترة طويلة ما أروح لجدتي ولا تجيني. زعلت مني جدتي، لأن جدتي كلمتني وقالت والله إنك يعني كذا استغربوا إن أنا صغيرة ومسحت فيها البلاط. وكلهم سوت معاهم مواقف مي كويسة، الكل مؤذية الجميع. فوجدتي تكلمني أنا يعني لأني كنت صغيرة في العمر أخطأت في حق جدتي. قلت لها، هي تقول لي والله إنك شاطرة وأخذتي حقي. قلت أخذت حقي بس أنت ليه ما تدافعين عني؟ ليه كنتي ساكتة؟ ليه ما دافعتي عني؟ ليش أنت ساكتة؟ بالنسبة لخالتي هذه اللي عندها انفصام في الشخصية، أنا ما ألومها، أعرف إنها يعني تعبانة وتخاف من هذه الأشياء، بس قمت ألوم جدتي. فجدتي زعلت مني. جدتي عيالها ما يعاتبونها، ما حد يرفع صوته عليها. فجيت أنا حفيدتها رفعت صوتي عليها، فأخذت مني موقف وزعلت مني، ما عاد كلمتني. وأنا ظليت أشهر ما عاد أروح لها. بعدين بعد فترة يعني أدركت إنه أنا إيش سويت في هذه الحرمة. يعني هي مسكينة لا حول لها ولا قوة، إيش بتقول؟ هذيك مجرمة ملعونة قوية ما حد يقدر لها. بعدين رجعت العلاقة بجدتي، رحت لها واعتذرت منها ورجعت العلاقة زي قبل. وبالنسبة لأهلي أنا صار هذيك الأيام، تخيلوا إن أمها اتصلت على أبوه. وش قالت له؟ شوفوا وقاحتهم. لأن شوفوا الناس القادرين يمسكونك من اليد اللي توجعك، يسوون الأشياء اللي فيها ضرر عليك، اللي تسبب لك خلافات أكبر. فهي قامت اتصلت على أبوي. يعني أنت ليش تتصلين على أبوي وأنا متزوجة؟ إيش دخل أبوي؟ وأنا طلعت من ولايته إلى ولاية رجل. عديك الأيام ولي أمري أدرى بأمري، كانت الاعتراف بولي الأمر يعني شيء. قامت اتصلت على أبوي وقالت الله يسترنا بسترة، ستروا بنتكم، ستروها الله لا يفضحنا، والله إنها جاية العزيمة إنها لابسة شلحة. تخيلوا والله يا لبسها إن كأنه شلحة. قام أبوي تدرون ما أعطاها وجه، والله إنه عجبني. أنا صراحة ذيك الأيام انصدمت يوم علموني يعني. قال شوفي يا الله يهديكم جميعا، وأنا ما أدري، ما أقدر أخذ العلم منك أنت، خليني أشوف وأكلم البنت ونشوف، وما ندري من هو الصادق ومن هو الكذاب. أبوي حكيم يعني، كان ما حد يلعب عليه، متحدث جيد ورجل فاهم. المهم بعدين أبوي اتصل علي قال لي أنت إيش كنتي لابسة؟ قلت والله يا أبوي إني لابسة لبس عادي يعني على جسمي. قال بس يقولون كنا شلحة. قلت إيش هو الوصف؟ أصلا أنا قد نسيت كلمة شلحة. هذه شلحة ما حد ذيك الأيام ما حد يستخدم كلمة شلحة. الشلحة يعني صراحة ناس قادرين واطين. طب خلاص انتهى الموضوع ونجحت بنتك في اني ما عاد ازورها ولا عاد اشوف خالي ولا عاد يجيني ولا اروح له، ايش عاد تبغين كمان تتصلين على ابوي تعرفين انه ملتزم عشان تسببين بيني وبينه فتنة؟ شفتوا القدارة كيف؟ مو اقول لكم بعض البشر اغلبهم ما يردحهم الا القوانين. اذا غاب القانون تحولوا الى وحوش. وانا هذيك الأيام لو إني بعقلي، بس إني كنت صغيرة، كنت مرة صغيرة، كان والله رحت لأقرب مركز شرطة على تهديدها لي بهذيك السكين. أقسم بالله يمكن لو ما دخل خالي والله أنت استخدمها، بس أنا ما راح أسمح لها، قسم بالله لا أخذها منها، أقسم بالله لا. يعني ذيك الأيام فيني غضب. شفتوا دايم أنا لما أزعل وأنا صغيرة كنت يعني فهمتوا من العصبية والزعل أصير كني جني، قوتي تتضاعف 10 أضعاف وبس.
بس شوفوا الحكمة من القصة وشو، إن في ناس يعني لا مبادئ، لا قيم، لا خجل، لا إنسانية، يعني ما همها إيش ما قالوا الناس عنها، أهم شيء إنها تقطعني من بيتها. وفعلا نجحت. اللي سوته كان في تشويه لسمعتها، الكل عرف إنها سايكو، بس مو مهم، ما همها، أهم شيء إنه إيه، ما عاد أشوف إبراهيم ولا عاد أدخل بيت إبراهيم ولا عاد أجيها. وفعلا وهذا اللي حصل.